ليه بتفتكر خناقة حصلت لك من زمان وتقعد تفكر فيها كل شوية وتتخانق جوه عقلك؟ الموضوع ده بيحصل لك لما بتتعرض لموقف أو خناقة أو مشادة بالكلام وتفضل تفكر في كل اللي حصل لك وبتتمنى إنك ترجع بالزمن للحظة واحدة عشان تكسر كل اللي ضايقوك وقالوا لك كلمة تجرحك، وتتخيل سيناريوهات كتير وتقول كنت قلت كذا وكذا، واللي معرفتش ترد عليهم في نفس وقت الخناقة بتفضل تتخيل الموقف وكأنك بترد باللي انت عاوزه. يا ترى ليه ده بيحصل لك؟ قبل ما أقول لك السبب، ففي الأول دماغك بيحاول يفهم الموقف والألم النفسي الشديد اللي تعرضت له، ونتيجة انه لما ما كانش مدرك لحجم الألم ساعتها فبتصاب بالاكتئاب وقلق مزمن طول الوقت. بتحس انك متوتر وغالبا بتكون حاسس ان المكان اللي بقيت فيه بقى سجن. ازاي تتخلص من كل ده؟ هما طريقتين: تروح للي ضايقوك بشكل مباشر وتواجههم وتكسر عظمهم، وانا ما برجحش ده، او اما انك تحاول تفهم وتدرك انك مش لازم تكسب في كل المعارك. افتكر ان في اساطير كتير وعظماء كتير اتهزموا في معارك كتيرة جدا. افتكر نابليون بونابرت. نابليون بونابرت؟ ايوه، واسمه نابليون بونابرت. في عز مجده كان شاب زيك وحقق انتصارات كتير، ولكن في النهاية تم نفيه وقبضوا عليه وخانوه وحبسوه في جزيرة سانت هيلينا. فيا عزيزي تقبل الخسارة، فكلنا منفيين.